حياكم الله كلكم في لايفي. أنا أمنيات من الكويت. الناس اللي أول مرة تدش اللايف، اليوم عندنا لوك العيد ومكياج العيد، راح يكون برعاية لايف مينا. أول شيء عشان نكون بإيجاز، كل المنتجات اللي راح استخدمها موجودة بالمواقع اللي أنا سفيرة لها. في حساب هني راح يكتب لكم اسمه اوبشن، هي اللي توفر كل الخدمات الحسابات اللي أنا سفيرة لها. تمام؟ راح نبدأ ونستخدم كريم الحلزون، سيرم الحلزون، نوزع على الوجه. راح أسوي لكم لوك زجاجي. هذا هو متوفر بالمواقع. شوفونا، راح نبدأ نوزع الكريم. شوفوا ترى أنا أشهر وحدة وأسرع وحدة ممكن تسوي مكياج وكونتور وتخلص. شوفوا البشرة، وأوعدكم إن حتى المكياج لما تخلصونه راح يبقى هذه اللمعة. وهذا هو بديل الزراعة، الزيت، لكن مو زيت، يسمونه الزيت المائي. أنا هذه المنطقة كلها كان الشعر طايح وواضح إن مني ما كان في شعر، هني ما في منبت، أنا شعري مني هذا كله طلع من هذا الزيت. أي استفسارات كلموا أوبشن. راح نستخدم من دكتور كلينيك. دكتور كلينيك غني عن التعريف، كريم الترطيب وفي فيتامين سي، حلوة وايد. شكرا. راح استخدم كمية. ثانك يو بيرلا حبيبي. طبعا في كريم التبييض بعد. الحين راح نبدأ المكياج. اوكي، شنو راح نستخدم؟ موجودة الباليتة في الموقع، لا تنسون مشرفين كتبوا ان كودي يعطي ما بين 30 الى 60% في بعض المواقع، بعض المواقع يعطي 20%. اوكي، راح تجيكم كذي انيقة لطيفة كشوخي. راح استخدم من الترا 3 فاونديشن، وراح استخدم التريتمنت هذا لوك العيد نبيلة علط، وراح استخدم الهايلايت هذا. اوكي، والحين راح ندمج كل ما سبق. ناخذ من الفاونديشن شوية وندمج ندمج ندمج. راح اوريكم اللمعة اللي راح تصير بالفاونديشن. اخذ فرشة الفاونديشن واني من الطرف هذا الزايد ما نحتاجه. انا احب احط كل شيء بس عشان ما يصير الوجه متكتل، فنحط من كل شيء كمادات منه. شكرا والله حبايبي، ثانك يو. اوكي، انا اكتفي بهذا القدر، هذا ما احتاجه. نبدا نوزع. اخيرا دلالية. كل المنتجات راح استخدمها بموقع هوم اوف بيوتي. ابيكم تلاحظون اللمعة. شوفوا، حافظنا على اللمعة بخلطتي الثلاثية من موقع هوم اوف بيوتي مع كودي والخصم. استخدم كونسيلر الجديد من اوفرا، بعد موجود في الموقع. هذا الكونسيلر الجديد من اوفرا راح احطه هني، هذه المنطقة، وراح احطه على الطرف. راح احطه هني بعد. وراح احطه هني. هذا هو الكونسيلر الجديد من اوفرا. نخليه شوية ياخذ وقته. بهذا الوقت راح استخدم شيء بس من برا المواقع اللي انا سفيرتها، اللي هي باليتة ماك. اوكي، راح نستخدم الكونتور واعلمكم طريقة كونتور وايد سهلة ولطيفة. حبيبتي المسيلة، شكرا يا روحي. اوكي، راح هني عشان نسوي رفعة الفيلر.
او رفعة ما شنو يسمونها. شكرا سيلا، شكرا يا روحي. نسوي الرفعة هذه ونسوي كذي. اني عند الحنش الحنوشي اوكي. هني عند الخد نرفع الوجنة، هني عند الخد نرفع الوجنة، هني عند الجبهة. بنات كل شيء نستخدم منه شوية. هني عند الأنف، اوكي. هني عند الأنف نرفع الأنف، نصغر المسافة، نصغر العظمة ونروح للحاجب. هذا هو الكونتور. ونجيب درجة فاتحة نحدد العظمة مالت الحنش. انزين امنيات، هل ندمج الكونتور ببيوتي بلندر؟ لا، الكونتور دايما ندمجه بفرشة الفاونديشن اللي وزعنا فيها. ليش لازم فرشة الفاونديشن؟ المهم ندمج بفرشة الفاونديشن لأن فرشة الفاونديشن راح ترتب الكونتور وما تصير وجهك مخطط. فراح نسوي هالحركة بالضغط، ما نتعدى المكان. يعني هني بالضغط. اوكي. اني هني بالضبط. اوكي. اعلمكم طريقة بعد حلوة لتنظيف الفرش الفوري وترجعين تتمكيجين. اني هني باتجاه الشعر، باتجاه الشعر، باتجاه الشعر، باتجاه الشعر. كذي صح؟ لا غلط. ننظف الفرشة، نرجع مرة ثانية، نوزع باتجاه الشعر. اوكي. اني عند الانف بالطبطبة. شوفون لازم فرشة الفاونديشن. نسيت شيء مهم، عشان نرفع عظمة الأنف لازم نسوي الدائرة الشهيرة مالتي. شفتوا هذا مني؟ تسوون هذا الخط. ايوه شي صح. اوكي. اني هني سوي الحركة.
تشوفون شلون كنترنا بطريقة ناعمة ناعمة. زين الحين شو راح نسوي؟ راح نستخدم بيوتي بلندر مالت اوفرا. بيوتي بلندر مالت اوفرا بنات راح تدمنونها، راح تدمنونها. فراح نجيب فيكس بلس من اوفرا الوردي او اي نوع من اوفرا. راح ابلل البيوتي بلندر. اوكي رشيت على هدومي. تشوفون البيوتي بلندر اذا رشيتوا فيها وعصرتوها ونزل من ايدكم ماي، هذه بيوتي بلندر سيئة. لكن لما تعبونها وتسوونها العصرة وما ينزل ماي، هذه بيرفكت. اوكي راح نبدأ نوزع الكونسيلر بهذا الشكل. تشوفون جمال كونسيلر اوفرا الجديد، خيالي عجيب. ننزل على الأنف، اني فوق العين بالزايد لأن بنسوي مكياج العيد، يعني في شادو. شوفوا ايش حالات الكونسيلر، تشوفون؟ الحين شو راح نستخدم؟ حبيبي الشعب ابشركم ان نرجع الموقع. البلشر الكريمي من اوفرا. شو راح نسوي؟ راح نستخدم درجتين، هو يمكم 3 الوان. اي والله انه عشق يا لولي. راح استخدم هالدرجتين. اوكي راح اخذ الفاتحة وراح احطها هني بالبيوتي بلندر. راح اخذ الغامجة واحطها هني. راح احط نقطة 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 نقطة. ليش حطيت نقطة نقطة نقطة؟ عشان درجات الميك اب تصير واحدة، عشان درجات الميك اب تصير واحدة. اوكي ما يصير الوجه اصفر وردي برتقالي، نبيها درجة واحدة. اني بالبيوتي بلندر مالت اوفرا من هالصوب وابدا ارفع لي فوق. تشوفون؟ لكم دلالي. ثانك يو. شوفوا شلون اوزعه، حيل طبيعي. يعني هني واصعد فوق عند النقطة اللي حطيناها. كل ما تكونين تستخدمين المواد بكميات اقل من كل منتج، كل ما يطلع المكياج بيرفكتو. تشوفون؟ صح ولا لا؟ استخدمنا اسفنجة اوفرا. تمام؟ الحين شو راح نسوي؟ راح نثبت كل ما سبق بالوردي مش البنفسجي. خلصنا كل شيء كريمي. حرف الدبليو. اوكي بهذا الوقت نستغله. شو نسوي؟ راح نستخدم جل اوفرا. يجيكم مع فرشته، ما راح يجيكم تشيس، راح يجيكم بعلبة. اوكي الجل مال الاوفرا لما نيجي ناخذه، ناخذ بطرف الفرشة نحطه على الايد ضغطة خفيفة عشان ما يتكتل على الفرشة ويقلب حاجبك رمادي، وتسوين هذه الحركة. اوكي واي عكس الحاجب، وابدأ ارفع الحاجب بهذا الشكل. نرفعه من قدام
شوفون الفرق بين الحاجبين. ني الحاجب الثاني، ني بالعكس، ونرفع. كودي موجود في البايو والمواقع في البايو، اللي ما يعرف يطلب يستعين في حساب اوبشن اللي موجود معاكم في اللايف. جل اوفر الغامج البني، وابدأ اعبي الفراغات. الحين راح نبدأ مكياج العيون. راح استخدم كحل اسود، راح احطه بس بالطرف. اوكي، وانزل شوي. وانزل شوي. هذه البلتة موجودة في الموقع. اوكي، راح نستخدم الوان النود. يا نود قلبي انتو. راح استخدم بودرتنا الشهيرة من اوبال عشان مكياجنا ما يخترب، لكن نتأكد ان كل الميك اب نشف، كل شيء حطيناه نشف. اوكي، راح اخذ بودرة اوبال وابدأ اضغط ضغطة مطولة. كل شيء موجود في الموقع يا جماعة. وانزل هني بالطبطبة. تحت الكونتور مال الأنف. اوكي، هني نأكد الكونتور مالنا. خطوط الابتسامة اللي دايما تضايقنا نبدأ نضغط. الخد دايما نسكره بهذا الشكل عشان ما يصير لما تحطون البلاشر كأن الخد طايح. الشباب في منتجات وايد حلوة لكم في الموقع، دشوا على اوبشن. اوكي، استخدمت بودرة اوبال اللي ميمي حبيبة الشعب باللايف اطلقت عليها بودرة الفلتر. اوكي، خريطة العالم. طبعا اكيد خريطة العالم لان كل العالم اللي احبها باللايف. حياك الله وشكرا لمشاركتك. يلا راح نبدأ بالشادو. قلت لكم هذه البلتة اذا دشوا عليك البنات واتساب اوبشن هذه هي. اوكي، فاتح اللي هو هذا. راح ابدأ اوزعه على الجفن كامل. عشان اثبت الكونسيلر ما يصير مخطط. اني للفاتح مرة ثانية هذا.
الغامج اللي هو هذا، حي هني، وانزل على منطقة الانف عشان اسوي كبر للعين، راح يندمج بعدين. يعني هني نفس الشي، اي كذي، وانزل على منطقة الانف ما انتم شايفين. نجيب فرشة فلفي مثل هذه وابدأ ادمج كل ما سبق. Thank you. طبعا غلط ان الشدو يطلع برا الحاجب. هني فرشة ثانية نظيفة. هني فرشة صغيرة كذي يكون شكلها. اوكي، راح ناخذ اللون البني هني تحت العين بهذا الشكل. اوكي، اني ناخذ لون شي لامع نحطه فوق العين بشكل عشوائي. اوكي، شي خلصنا من البلتة. اوكي، الحين راح نبدأ بعملية التنظيف. عشان نحط الايلاينر قبل التنظيف راح نستخدم بلاشر باودر من اوفرا. راح ناخذ فرشة، راح استخدم الدرجات اللي تحت. اوكي، لما نسوي هذه الحركة نسوي، ليش نسوي هذه الحركة؟ عشان البلاشر يدش داخل الفرشة كلها، واي بهذا الشكل نسوي نفس الحركة. اوكي، راح نبدأ عملية التنظيف. فرشة نظيفة خاصة لتنظيف الباودر.
اوكي. الحين نجيب فرشة كبيرة. تعرفون هذه الفرشة بنات اللي نسميها كشة؟ نرجع ناخذ فرشة البلشر بدون ما نضيف ولا بلشر لها. اوكي. الحين راح نستخدم الهايلايت الجديد من أوفرا اللي هو هذا الصدفي الجديد تو نازل الموقع منه. شوفوا لونه. راح احطه هني كمية بسيطة تشوفون، واخذ بصبعي تحت الحاجب خفة كمية بسيطة تحت الحاجب عند الكسرة كمية بسيطة. ارجع اخذ هني على حدود عظمة العين، اي عند الانف طقة خفيفة على العظمة. سوي هالحركة. اوكي. هذا اللي قادرين. كل شيء موجود بالموقع. كودي يعطيكم خصم من 30 إلى 60%. الحين راح نستخدم الايلاينر الجديد مع فرشته. طبعا الفرشة ما شاء الله مالت السناب يمكن خلوها سولد اوت، انا ما ادري اذا متوفرة ولا لا. عندكم طريقة الايلاينر مالت اوفرا القلم اللي يحبون، او الجل اللي هو هذا جل اوفرا. ومعروفة اوفرا ان الثبات مال الايلاينر مالهم وايد قوي، سواء كان القلم اللي وريتكم اياه او الجل. لكن خلونا اليوم نتكلم عن الجل اكثر. يجيكم بهذا الشكل، والفرشة مالت الايلاينر الانيقة والعجيبة. ايلاينر. شوفوا الفرشة، شوفوا البوك مالها عشان ما تخترب فرشتكم. اوكي. راح نسوي الايلاينر. عليكم السلام. راح نسوي الايلاينر. شوفوا الكمية، شوفوا شلون سلس طعم. اي من طرف العين. اسوي لكم زوم من طرف العين. شوفون جمال الاسود. يعني نسكر. حيل الفرشة أنيقة وسهلة في السحبة. اني طرف العين هذا الشكل. مكياج العيد. شنو هذا الايلاينر؟ حركة خفيفة بنسوي هني. السبراي نفس الوقت، يعني ما تنطرين ينشفون فرشك، نفس الوقت تسوين هالحركة من اوفرا. ننظف. انا احب تشوفون كل شيء بعينكم. بعدين وين؟ بعدين تتمكيجين عادي ناشفة. لا تنسون تشاركوني مشترياتكم وتطرشون لي على السناب اول ما توصلكم فيديوهاتكم. اوكي. راح نرجع نحط الفرشة هني بجنطتها عشان ما تخترب ونسكرها.
الحين راح نستخدم الكونتور الجديد للشفايف. راح نسوي كذي. هذا الكونتور الجديد من أوفرا. اوكي، راح نختار الحين حمرة موكا. اوكي، نركب الرمشة. وبكذي خلصنا المكياج. اخر مرحلة راح نستخدم فيكس بلس. لازم احط ماسكرا بس ما اقدر احط الحين لانه ما لزقوا عدل وما في وقت. اقوى ماسكرا من الترا 3 بعد موجودة في الموقع. راح نرش فيكس بلس البنفسجي. اوكي، اشكر كل الناس اللي حضروا اللايف، كل الناس اللي دعموا هذه الساعة مع لايف مينا. اوكي، ان شاء الله يكون المكياج عجبكم، وان شاء الله انكم تكونون مستانسين. عيدكم مبارك. وهذه اخر شيء فرشي اللي موجودة في الموقع، 10 ازواج تجيكم مع الملقط مالها. هذه الرموش اللي انا استخدمتها 10 ازواج راح تلقونها في الموقع. هذه العلبة اللي كل بنت تحتاجها. ان شاء الله يكون المكياج عجبكم وان شاء الله تكونوا مستانسين. شوفوا قوة المنظرة، تبون اقوى؟ شوفوا مثل ما وعدتكم ان المكياج كله راح يتم يلمع. استخدمنا كل هذه. شنو في شيء بني؟ عيني دمعت بس مالي. في كل المواقع شوفوا اللمعة بالفاونديشن بالبشرة